أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فيليون نحو قبة البرلمان. رحبوا معي في حلقة هذا اليوم بمرشح الكوتا الفيلية الأستاذ عمار جميل رجب. مرحبا بك أستاذ عمار. حياكم الله حبيبي أستاذ حيدر. أستاذ، في البداية عرف المشاهدين عن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. أني الأستاذ عمار جميل رجب حاجي، مرشح عن مقعد الكوتا الفيلية. بالنسبة لخريج أكاديمية الفنون الجميلة، قسم الخط العربي والزخرفة الإسلامية، نعم. اختصاص رياضة معمارية. وأعمل حاليا مدرس في محافظة واسط. مهم. وقدمنا على تمثيل أهلنا الفيليين في محافظة واسط وعموم العراق إن شاء الله ضمن تعالى. مقعد الكوتا، رقم القائمة ايش قد أستاذ رقم عمار؟ القائمة 340، العفو مو قائمة، هي مقعد الكوتا منفرد 340 نعم. تسلسل. ضمن اي لان هي ضمن قائمة الكوتا اي تمام 340. ضمن قائمة الكوتا نعم. 340. مهم. يعني تعرف هو ترشيح منفرد يعني. نعم. اي طيب أستاذ عمار، ما هي أبرز النقاط في برنامجك الانتخابي التي تتعلق بالمكون الفيلي؟ بالمكون الفيلي طبعا نعم. احنا عندنا برنامج عام، بس بالنسبة للمكون الفيلي هو طبعا لازم يكون اهتمامنا بأكثر شيء. صراحة عندنا مثلا مناطق تعرضت للحروب وتأثرت، في خصوصا المناطق الحدودية، تعرف اللي يسكنها نعم. الكرد الفيليين. أي بالنسبة لبدرة ومندلي وشيخ سعد، وحتى توصل هي حتى للعمارة، أكو عوائل كردية هناك في الحدود هم ساكنة. بس أكثر اللي تعرضت للحروب هي بدرة ومندلي وخانقين. هذن يعني تعرف تهجروا أهلها وانعدموا كثير من أهلنا الكرد الفينيين في هاي المناطق. فإحنا نريد نحاول نعيد الحقوق ونخدمها بصورة اللي تليق بيها، مهم. بما تمتلك من إرث فني وحضاري. نعم. تعرف بدرة هي يعني عبر التاريخ تصنف من المناطق القديمة بالعالم يعني. بالفعل. أي تمام، بما فيها من آثار فإحنا هدفنا نوصل إلى يعني أكثر شيء يخدم أهلنا الفيليين هاي نعم. المناطق، لأن هواي نظلمهم صراحة يعني. بالتأكيد، هذا فيما يتعلق بالهموم الفعلية. ذكرت جنابك أنه تمتلك برنامج انتخابي عام. حدثنا بشكل عام عن هذا البرنامج. العام، العام بما أنه أني مثل تربوي، يعني خليت فد برنامج خاص بي كتربوي. نعم. وكذلك يعني أمتلك رؤية فنية يعني للمشاريع العمرانية في المحافظة. وتعرف محافظة واسط بها نهر دجلة. نهر دجلة نعم. طبعا يعني هواي دول تفتقد هيجي يعني بيئة طبيعية. فمن خلال هذا الشريان الحيوي ممكن تحيي المحافظة، تصير نعم. محافظة جميلة يعني. شلون هسه خلينا نجيب مثال أصفهان. أصفهان يمكن مي عندهم بالسنة يمكن 3 أشهر، نعم. بس شوف الخضار اللي بيها والجمال اللي موجود والتصاميم العمرانية والاهتمام بالتراث القديم. جداول المياه أيضا. صراحة نعم. أي صراحة عندي يعني أفكار، أحاول يعني إن شاء الله من خلال الحكومة المقبلة إن شاء الله ننفذها في واسط وفي قضاء بدرة تحديدا. إن شاء الله. أي العمل السياسي أستاذ عمار نعم. يحتاج إلى التنسيق مع الجميع ومع الكتل السياسية بكافة الانتماءات وكافة التوجهات. بالتالي شنو الخطط اللي في ذهنك للتنسيق والتعاون مع بقية الكتل السياسية، سواء كانت شيعية سنية كردستانية، من أجل تحقيق برنامجك الانتخابي نعم، بشكل عام، وأيضا من أجل أن تبقى قضايا الكرد الفيليين حاضرة ضمن الأولويات لحل ملفاتهم العالقة؟ سؤال جيد. طبعا احنا يعني تشوفني يعني صح، عمري يعني بالأربعين، بس اشتغلت بالسياسة فترة طويلة يعني. نعم. كنت مقرب من سياسيين كبار وممثلوا العراق. ف يعني أكيد أنه إذا الله وفقنا راح اللي يخدمنا ويخدم قضيتنا طبعا نتعامل وياه صراحة. نعم. أما يعني بشكل عام العراق فأكيد احنا جزء من هذا الشعب. مهم. إذا كان مثلا طرف شيعي أو سني أو كردي، احنا ما يهمنا أن ننهض بالبلد نعم. إلى مثلا مستويات يعني نطمح أن نوصلها يعني كشباب. يعني اليوم الشاب العراقي هو شي يفكر
يريد يشوف بلده متطور، صح لو لا؟ نعم. حاله حال هاي دول العالم، يسافرون وجاي يشوفون. احنا ما شاء الله عندنا امكانيات، وعندنا بقولة والدي احد السجناء السياسيين، نعم. سالته سؤال، قلت له انت من كنت تريد تغير وقدمت مع احدى الحركات واعتقلوك، شنو كان هدفك؟ في السبعينات طبعا. نعم. قال هدفي ان ابني العراق مثل طوكيو نعم. اليابان يقصد. نعم. قلت له زين شلون يعني فكرت بهذا التفكير بذاك الوقت؟ مهم. قال العراق عائم على بحر من النفط. نعم. بعدين مو بس النفط، الامكانات اللي عندنا هي مو بس النفط، فعلا. عندنا زراعه ممكن نعم. تنجح، وعندنا كل السبل اللي تنجحك كدوله واعده ان شاء الله. نعم. كان هدفهم النهوض بواقع العراق نعم التنموي وواقع المواطن العراقي المعيشي. اكيد بشكل عام، احنا برنامجنا بشكل عام يعني انه اكيد انت راح تهتم بالعراق بشكل عام، بس قسمت البرنامج واختصرت به، انا ناشره على صفحتي. نعم. قسمته ان يكون مثلا الحصه للكرد الفينيين اكثر. تعرف مهم. ليش؟ حصة لان شنو حتى يكون يعني واضح مو على الحصه المشاهد. مثلا يعطيهم مثلا تعطي شو نعم. اسمه شيء او لا، بس ان تكون مناطق يعني هسه نعم. ابسط شيء هسه بدره مع مندلي الشوارع مالتها ما معمره. نعم. يعني انت هسه لو معمر هذا الشارع ممكن بنص ساعه توصل المندلي، مهم. ويصير يعني نعم. التقاء بين اهل مندلي واهل بدره واهل خانقين. وتعرف نعم. هم هسه هم كلهم متناسبين، نعم. بس المنطقه بعيده وتعبانه نعم. بحكم احنا ساكنين بيها يعني. اي فاحنا نطمح ان يعني نوصل الى خدمه حقيقيه لهاي المناطق، لان نعم. هي فد ارث كلش يعني محترم بدره بالفعل. ومندلي وهذا. نعم. واذا انت يمكن مطلع على تاريخ بدره. بالتأكيد. إي. طيب، حتى تتحقق هاي الأمنيات وهذه الطموحات وهذه المشاريع التنموية الخاصة بمناطق ومدن وقرى الكرد الفيليين، لابد أن يكون هنالك تمثيل فيلي حقيقي داخل قبة البرلمان. واليوم مقعد الكوتا الجميع يعني أجمع على أنه ليس هو استحقاق الكرد الفيليين مقعد واحد فقط، نعم صحيح. مقارنة بعدد نسماتهم وتأثيرهم وثقلهم السياسي صح. وتأريخهم. هل هنالك من خطط أستاذ عمار لزيادة التمثيل التشريعي داخل قبة البرلمان يعني لإبناء المكون الفيلي؟ هذا اكثر شيء افكر به. نعم. يعني احنا لو تريد تحسب الكرد الفايدين بكل العراق يتجاوزون يعني الست مقاعد 7 مقاعد. نعم. بحكم يعني اعداد الفايلين هاي مو صحيحه، يعني كوتا بس مقعد واحد للكرد الفايلين، يعني ظلم هذا صراحه. يعني هذا هم من ضمن البرنامج مالتنا انه نسوي نعم. توثيق ميداني بدون اي تاثيرات بصراحه. نعم. نريد نعرف ايش قد احنا نستحق تمثيل في مجلس النواب، وهذا والله العظيم اكثر شيء افكر به. مهم. آه، امر اخر هم كيفك اي نعم. شيء تعرف. مهم. أي. طيب، هذه نقطة جدا مهمة لتشكيل جبهة فعلية موحدة للمطالبة بالحقوق. كيف من الممكن اليوم العمل على حل الملفات العالقة للمكون الفيلي؟ المكون الفيلي اليوم ما زال يعاني البعض منهم من تبعات سحب الجنسية العراقية، البعض منهم ما زال مهجر حتى الآن خارج العراق. كيف يمكن حل هذه الإشكالات؟ هذا بمسألتين. نعم. اولا اكو اللي سفروا بالثمانينات وحتى مهم. قبل الثمانينات نعم. عندهم اسم موجود بالسجلات موجود، منهم بيت عمتي من راحوا جو قبل، يعني ما شفنا صعوبات طلعوا لهم الجنسيه. بس اكو لا، اكو هو كردي فيلي. طبعا انت تعرف المناطق الكرديه نعم. يعني بالحدود، يعني هسه مثل بدره تحاديها منو؟ مهران. مهم. تمام. نعم. مثلا خانقين وياها كرماشاه، وبدره توصل ايوان وايلام، وذني المناطق الكرديه كلها يمها. يعني هواي اكو يقولون احنا عراقيين. نعم. هم هو اذا تجي للواقع هم اكراد، يعني ضمن نعم. الجغرافيا هاي نعم. منطقه كرديه هي. بس من صارت التقسيمات تعرف اللي انه هذا الايران وهذا العراق وهذا تركيا وهذا سوريا، صارت حدود. يعني نعم. اليوم صار كردي عراقي، كردي ايراني، نعم. كردي سوري، تمام لو لا؟ تمام. فاليوم ما ممكن اذا واحد ما عنده اسم
بالسجلات ممكن تطلع له جنسيه، نعم ما تقدر. ايران ايش تعتمد؟ ايران تعتمد على الدي ان ان مالتهم، مو نعم صحيح ولا لا؟ نعم انا طبعا انت هذا سؤال مهم سالتني، يعني انا هواي يعني يجون اساعدهم العوائل الفيليه، ما اشوف الصعوبه نعم صراحه. ذول اللي يجون اللي عندهم اسم ما نشوف صعوبه بهم. مهم. حتى اللي مثلا من تهجروا واستشهدوا نعم في ارض الغربه، يعني تعرف اللي يتهجر قسرا يعتبر شهيد اذا نعم مات بالغربه. فهذول اللي استشهدوا انا وصلت والله العظيم في نتائج جيده وياهم، واخذنا يعني حقوقهم نعم بالقانون. احنا ما نقول الدوله العراقيه ما حققت كل شيء للمواطن الكردي، لكن مو كل شيء، نعم يعني ما قدمت كل شيء. يعني هاي الامور هي مثل ما الاخوه العرب يعني اخذوا حقوقهم، كذلك الكرد الفينيين اخذوا حقوقهم كسجناء يعني متاذين من النظام نعم السياسي السابق او مهم. النظام الدكتاتوري. نعم زين. فاحنا شنو ان بالنسبه للجنسيه، الجنسيه اللي موجود اسمه او اللي عنده مثل اختبار دي ان ان وعنده اقارب هنا، نعم هاي ممكن يعني تشرع بها قوانين، يعني تعرف بالفعل. اختيارات تشريع يعني بهذا الشيء مو شيء سهل، يعني لازم تشريع، وعلى اساس التشريع انه تمنح الجنسيه. نعم أستاذ عمار، حدثني عن أولوياتك التشريعية حال الوصول إلى قبة البرلمان إن شاء الله. هو التشريع، فنون نعم التشريع، انا يعني شويه سمحوا لي شويه تعبان صراحه. فنون التشريع لازم انت متعايش ويا المجتمع. نعم انت شلون تشرع؟ انت اذا ما محتك بالمجتمع وتعرف مشاكله والقضايا اللي يمر بيها صعوبات، المهم كل الامور، يعني ما ممكن تشرع. نعم تمام. ينجح التشريع اذا اكو مجلس نواب متعاون، نعم يعني يقدم خدمه البلد وخدمه الناس، اول شيء عنده يكون من اولوياته. مهم. طبعا احنا نسعى لهذا الشيء ونتمنى انه المستقلين يصعدون صراحه. نعم صراحه انا عندي خبره بهذا العمل، صار لي 20 سنه، فاتمنى المستقلين يكون لهم في الدور كلش مهم بالمجلس النواب المقبل. فالتشريع هو فن صراحه، فن. مهم. شلون؟ لازم المشرع محتك بالناس، نعم يعرف مشاكلهم، يعرف كل اللي يعانون منه. طبعا التشريع لازم يكون متناسب مع مقدرات البلد الاقتصاديه، ولا يكون يوعد كذب للناس يقول لهم انا راح اشرع هيك شيء وكذا، هذا مستحيل. نعم الا يكون متناسب مع القدره الاقتصاديه للبلد. مهم. هذا من اهم، يعني مثلا اليوم انت تريد تشرع قانون وبجنبه ماليه نعم تكلف الدوله، وما تقدر ما تقدر تسدد الحاجه، مو صح ولا لا؟ نعم فانت لازم تشرع شغلات تكون متناسبه مع المجتمع، هو هاي الفنون تكون مدروسة بشكل جيد مدروسه بشكل وحقيقة. جيد. نعم. تمام هيك. برأيك هل ستكون مهمة المجلس التشريعي القادم سهلة في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه العراق في الداخل والخارج؟ والله استاذ حيدر، العراق يعني يتعرض لهواي نعم عواصف وكذا، بس احنا نتامل خير. ليش؟ لان الانسان لازم يتامل خير. نعم بعدين احنا اليوم لا دولة إرهابية، دولة بها قانون وبها برلمان ومسجلة في مجلس الأمن أنه دولة ديمقراطية. نعم ما نهدد السلم الدولي. احنا نريد نعيش حالنا حال هاي المجتمعات اللي جاية تعيش، وما نريد نأذي أحد، بس بالمقابل ما نسمح واحد يتدخل بشؤوننا الداخلية. نعم احنا بلد حضارة وتاريخ وملتقى الأمم العراق، مهم. يعني احنا ما نسمح بهذا الشيء. احنا نعم عندنا رؤية واحنا جزء من المجتمع الدولي، صح لو لا؟ نعم لو اكو غير تفسير لهذا الموضوع. فاحنا بالنسبة لنا نطمح عراق قوي مستقل، يعني تحترمه كل الدول. انا هسه بالنسبة لي ايش قد صار لي ما احب اطب دولة اذا انا ما مقتنع هي تحترم العراق صراحة، لان انا اصلا ما احب غير العراق، مهم. احب العراق هذا من كلش صراحة. اعتزازك ببلدك اي فطبعا. نعم فمو مثل اضوج من الدول الاخرى، لا، بس اني احترم بلدي واحب مثل ما احترم دول العالم تحترم العراقي من يسافر لها ومن المهم هاي المواضيع. نعم فنطمح ان نشرع قوانين تتناسب ويا هذا الشيء. أحسنت. سنكمل معك في هذا الحوار لكن بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا.
هذه عودة لكم مجددا أحبتي المشاهدين لنستكمل هذا الحوار مع مرشح الكوتا الفعلية الأستاذ عمار جميل. مرحبا بكم مجددا أستاذ حياكم الله عمار. أستاذ. أستاذ عمار، هنالك ملف شائك ومؤلم، يعني حقيقة هو ملف المغيبين من أبناء المكون الفيلي. ما زالت المقابر الجماعية تمتلئ بجثامينهم الطاهرة ولم يتم الكشف عنها وتسليمها إلى ذويها. قسم الموضوع بجانب مالي، الفحوصات وغيرها، وقسم آخر يعني بسبب الأداء الحكومي المتلكع على مدى الحكومات السابقة لم تتخذ خطوات جدية وحقيقية لحسم هذه الملفات. نعم صحيح. دول المغيبين بالنسبة للمقابر الجماعية اللي كانت في بدر عندنا في منطقتنا، نعم. يعني هم سووا تنقيب عنها وهاي، بس ما عرفوا أكثر الأسماء. نعم. بس احنا عندنا مثلا مؤسسة السجناء اكو اسماء مثلا اعتقد فوق ال 400 500 اسم. هذول من ضمنهم يعني حتى زوج عمتي كان الله يرحمه ويرحم والديكم، هو هم من ضمن دول المقابر الجماعية. نعم. اي، فاحنا يعني هاي رادلها هم تعرف دي ان وهي حتى فحوصات الدي ان اي. حتى يعني نعم. خلوا لها حدود هاي المنطقة اللي، بس اكو بالمنطقة اللي كانوا مشتركين من دفنوهم. نعم. طبعا اكو روايات يقولون دفنوهم احياء، نعم. من دفنوهم اللي كانوا متواجدين وياهم توفوا. نعم. يعني ما تقدر تاخذ من يومهم فد كلام شهود مثلا عيان بعد دقيق. ماكو، يعني لأن اي صار بس على اكيد الملف احنا، سنين طويلة مرت بالتالي توفوا. اي نعم. يعني توفى هو هذا الشخص اللي هو مجبور طبعا يعني. نعم. يعني يقدر يقول لصدام، يقول له انت مثلا اجى دفنهم وبعدين بلغ، نعم. يعني بعد فترة، حتى يعني والدي يقول بعد السقوط نعم. يلا بلغ بهذا القضية. فما تعرف منو اللي كان مدفونين، بس اكو اطفال كانوا وياهم يعني، حتى نعم. اطفال. تعرف هو مقابر هواي صدام يعني سبب بيها دفنهم احياء. نعم. تمام، هاي ما خافي على احد. احنا طبعا مو بس المغيبين، عندنا مغيبين احياء سجناء سياسيين، نعم. هذول المفروض ما ننساهم. يعني قسم عوضوهم وقسم لا. ليش؟ يعني غير هي عداله؟ نعم. لو بعدين هو شد يد تريد تنطي انت منطي راتب. يعني في دول اوروبا هذا فد شيء بسيط يعني. نعم. خاف الدولار هنا له فد قيمه، ترى بامريكا كل قيمه ما له. نعم. بس احنا المفروض يعني نوصل قوانين تتناسب مع ثروتنا احنا اللي بالعراق، حتى نقدر نسدد هاي المستحقات الناس الفقراء المظلومين. نعم. اليوم كثير من الناس يراجعون هاي الكرد الفيلين، منهم سجناء حتى عرب هم، يعني تعرضوا قلت لك المغيبين الاحياء. نعم. زين، يعني هو هسه انت ذا تنطيه مليون دينار ما يكفي عيشته، فكيف هذا السجين اللي عمره تجاوز حتى 60 نعم. لا حقوق لا ذوي، اصلا ذوي ما لهم كل حقوق. هسه انا احكي لك، انا مدرس تعينت على معدلي، طيب. الله نعم. شاهد، لا حزب عيني ولا على السجناء ولا كذا. اختي مهندسه بدون تعيين، نعم. اختي الاخ زوجته سافرت بدون تعيين، اخوي الاخر مدرس. شنو اللي قدموا ذوي السجناء نعم. والشهداء؟ شنو اللي قدمته الدوله؟ يعني احنا نتمنى المرحله الجايه يكون الذوي السجناء والشهداء تمثيل حقيقي بالدوله، مهم. ويخصصون لهم، يعني يخصصون لهم مستحقاتهم. نعم. هذا اللي نتمناه بصراحه، واحنا ان شاء الله نشتغل عليه. بالتالي تكون لهم اي الأولوية. اي لهم الاولويه، نعم. نشتغل عليه هذا ومؤمنين بيهم. مهم. أي. أستاذ عمار، أيضا اليوم الشباب الكردي الفعليين شأنهم شأن شباب العراق عامة يعانون من البطالة وقلة فرص العمل. كيف سيتم التعامل مع هذا الملف ضمن برنامجك الانتخابي؟ والله يعني احنا هسه في منطقتنا بامكان يعني تطلع فد امور يعني تخدمهم من خلال الموارد اللي موجوده نعم. بالقضاء. مثلا بالنسبه لاهل القضاء مالتنا، اما نعم. بشكل عام ممكن يعني هسه أنت تعتمد على الرواتب وتعيينات، هذا شيء صعب يعني نعم. صراحه، واحد يحكي بصراحه. بس اكو حلول، الانسان مو عاجز ان يسوي حلول يخلي هاي يقضي على هاي البطاله. نعم. هسه انا اكو افكار ببالي، بس هسه انا حاليا اذا الله وفقنا نشتغل عليها. نعم. يعني حتى لو تطرحها هسه مهم. ممكن تتبناها الدوله، بس من يعني جملة يحتاج هاي لها شرع. الأفكار يعني ممكن تعطينا أمثلة؟
ممكن هسه انا احكي لك. نعم. احنا بدرة عندنا مثلا غنية بدرة بالرمل والحصو والهذا. ممكن تسوي مثلا هاي الصبات الكونكريتية، نعم. تسوي فد معمل لائق هناك، تشغل لك فد 200 شخص، نعم. و... و... يعني تستفاد منها البلد بشكل عام، تصير بالجزرات الوسطية نعم. وتكون مصبوغة بشكل جيد وإشارات وهاي نعم. الأمور. يعني هاي ممكن يعني أنت تشغل بيها فد كذا شخص، صح لو لا؟ نعم. هاي وحدة. مثلا عندك البساتين. البساتين ممكن إعادتها وتستفاد منها، وأحسن أنواع التمور هي ببذرة، نعم. ممكن تستغلها بصورة صحيحة. شنو فرقنا عن مهران؟ احنا هسه مهران اذا تروح بيها ماكو مترة ما مزروعة. نعم. ليش احنا ما عندنا هذا الشيء؟ ليش؟ لان ماكو اهتمام حقيقي بهاي القضية. فتقدر انت تشغل هاي الشباب. الشباب هسه بس يفكر بالدولة، نعم. شلون يتوجه على الدولة ويريد شغل من الدولة، ومو صحيح هذا. مو صحيح. يعني انت يجوز انت بالشغل الحر تستفاد اكثر من الدولة. تمام لو لا؟ نعم. هاي هذا امر اخر. احنا اليوم عندنا منفذ بين ايران والعراق نعم. بالنسبه لمنطقتنا، وكذلك مندلي. زين. وعندنا شركات نفطيه، ممكن تستغل هاي الشركات وتاسس فد مصانع صغيره، يعني نعم. مصغره تشغل بعض الشباب. يا هاي ممكن حلول، يعني اكو حلول هواي. ولا بأس. يعني مثلا احنا من خلال الزراعه نسوي فد مصانع خاصه بينا. مهم. يعني نستورد اي شيء. بالفعل النهوض بالقطاع الزراعي الخاص يقابله يعني بشكل نهوض عام. بالقطاع الصناعي أيضا. اي هو هذا المطلوب يعني. واحنا عندنا هواي امور ببذره يعني ممكن تنجح. نعم. يعني كمعامل، كثير معامل اكو. مثل عندك الجص نعم. في بذره، المرمر. هاي الجبال كلها مرمر، يعني انت تباع لها هي عباره عن مرمر. نعم. بس وين الاستغلال الحقيقي؟ زين. وعندك هم يعني طبعا شغله مهمه بهاي البذره ومندلي وذني المناطق معروفه ال- الحيوانات النادره. يعني مثل عندك نعم. الاغنام والكذا ذني. نعم. هسه احنا من خلال حتى الرزلان زياراتنا. موجودة على اي المناطق والله. الحدودية. من نعم. خلال زيارتنا للمناطق الحدوديه ودول القرى اللي ساكنين هناك ونعرفهم احنا، نعم. تعرف عشره عمر وياهم وهاي. فيعانون من ابسط الامور، يعانون من المي. يعني مي حلو ما يوصل لهم. نعم. لان هذا من يشوف مي ماكو ويشوف هو مهمل، يعني راح يهجر منطقته راح وقاعد. يهجر ويترك هاي الثروه اللي انت نعم. يعني بصراحه ماكو اطيب منها. يعني هي هاي اللحوم اللي موجوده بالجنوب معروفه يعني. نعم. فهذا من انت تهمله ايش راح يهمل، وهي ما تكلف. يعني هسه انت اذا تسحب مي من القضاء ما تكلف يعني. يعني نعم. ابسط احنا هسه بيا عصر يعني مي مواصل هاي المناطق. هسه على الاقل احتراما للثروه الحيوانيه نوصل لهم. تمام لو مهم. لا؟ نعم. شنو اللي ينقصنا نرجع هاي الانواع مال التمور اللي كانت موجوده اللي تجرفت بزمن صدام. نعم. بالتالي هذا كلامك أستاذ عمار ينقلنا إلى ملف جدا مهم برأيك. كيف يمكن النهوض بالبنى التحتية المدمرة في مناطق الكرد الفينيين؟ اليوم هم اشتغلوا صراحه، نعم. بس صار بيها تلكؤ. يعني اتذكر اني طلعت ويا لجنه الكرد الفينيين وشفت بيوت زرباطيه. بالنسبه لزرباطيه، نعم. زرباطيه تعرف الحروب جرفت، يعني ما خلت اي بيت ما حد ساكن بالمناطق القديمه. نعم. فبوقتها الله يرحمه الدكتور احمد شلبي كان نعم. بصراحه هو صديق عمي. فاجى العمي دز على عمي قال له سووا احصاء لذن البيوت نعم. الموجوده في زرباطيه. سووا حسبوهن بيت بيت، فاهل المنطقه ما قبلوا يصير بنفس المكان البناء. مهم. فقالوا احنا نريد مثلا يعني خارج المكان هذا نعم. باعتباره تراث. وهم يعني صدق هو ما خلى شيء صدام به، كله نعم. حرقها. من انتهت الحرب حتى البستان اللي ما بي شيء حرقه، نعم. حتى لا حد يرجع. تعتبر منطقه حدوديه وكذا. فهنا صار تعويض. نعم. بنوا 500 بيت اعتقد او اكثر، وجامع نعم. ومركز صحي وكذا. هذني يعني جزء من تعويض الكرد الفينيين. بس احنا نريد، لا نريد مو بس تسوي ذني، نعم. نريد تهيئ السبل اللي تنجح السكان هناك. مهم. شنو السبل؟ هي الاهتمام بالزراعة. نعم. يعني أنا ما أعرف صحيح أو خطأ. يقولون احنا وزارة الزراعة منعت
كثير من المشاريع انه تحفر ابار كثيره وما اعرف شلون وحددوا الابار. ليش تحددها؟ يعني انا اذا انت تسكنني هناك 500 بيت ترجع مثلا اكو عوائل في زرباطيه، نعم اذا ترجع او اي عوائل هي للكرد الفيليه، منطقه هي فيليه نعم بامتياز طبعا، اذا ترجع هاي العوائل شلون تعيش؟ غير اكو مثلا مستلزمات العيش، نعم صح لو لا؟ فانت اذا ما اهتميت بالاساسيات اللي هي مثلا انت تهتم بالزراعه نعم وتسوي مخازن، نعم يعني تكون انت منتج، نعم طبعا هاي الناس ترجع راح فعلا. يصير. طيب برأيك كيف من الممكن النهوض بواقع القطاع الزراعي؟ والله أنا ان شاء الله عندنا خطه، يعني اذا نعم الله وفقنا يعني نحاول نحصل على اكثر دعم للقطاع الزراعي في هذه المناطق، نعم ونوصل الى تشريعات ان شاء الله تخدم هاي القضيه. نعم انا مؤمن جدا بهاي القضيه والله. يعني انا هسه اشوف يعني اهتم، يعني جبت ببيتنا بعض نعم الانواع التمور المميزه، يعني مهم. جبتها زرعتها ببيت اهلي وبيت نعم اخويا وبيتي، حتى اقول في يوم من الايام يعني نعيد هذا التراث نعم بصراحه. يعني تعرف يعني من اجود انواع التمور في بدره، نعم والله فعلا. العظيم. يعني ماكو هسه ايش قد يقولون البرحي، بس الزبير مال بدره معروف يعني اي صراحه. اي نعم. اي يعني الكثير من المسائل العالقة ما زالت حتى الآن تحتاج إلى الحلول والنهوض بواقع المعيشة وواقع الخدمات لمناطق الكرد الفينيين خاصة في بدرة وزرباطية. إذا أيضا هنالك ملفات أخرى، الملف التعليمي لأبناء الكرد الفينيين. احكي لي واقع المدارس شلون بالمناطق الفيلية؟ كلش مشكله هاي نعم بصراحه. انت تعرف اني كتربوي، هو ملاك المدرس او المعلم هو نعم 20 طالب و20 تلميذ. نعم انت اذا كل واحد تعطيه 5 دقائق احسب، مو صح لو لا؟ نعم يطير الوقت، ما راح ياخذ الفكره. وانت تعرف اذا انت ما عندك مجتمع متعلم ما تقدر تبني دوله صحيحه. نعم صراحه نعاني قله المدارس، وحتى طريقه تنفيذها مو صحيح. نعم هاي القله احنا انتهينا منها. المدارس مهم. محتاجه بدره نعم اقل شيء فد 30 40 مدرسه، نعم زين، ومشخصين مكاناتهم. زين انت اليوم عندك بعض القرى يعني مسقفين بالسندويش هذا نعم البسيط. زين يعني دولة ما تقدر توفر مدرسة صحيحة لهاي القرى اللي ساكنين الناس بها. فاحنا نعاني من القضية التربوية هاي، هم من ضمن البرنامج انا كتبتها ان شاء الله. نعم وهي انت تعرف المدرسة هسه اذا تريد تبني لك مدرسة نموذجية 500 مليون كافي عليها. نعم احنا ذاك اليوم جمعنا بيناتنا المعلمين، هذا يدفع 25 هذا يدفع المهم جمعنا. عندنا استاذ مدرسته قالوا له هاي ما يصير، لان تعرف الحريق الاخير اللي صار، نعم سندويش قال من هذا، الله ما يصير تبقى. قال لازم ينشال وهذا. نعم فجمع والرجل مشكور يعني جمع من حتى من اهل المنطقه وسقفها. نعم بس هي شنو الفائده؟ هي بلوك وقديمه. مهم. احنا ليش يعني هسه شنو اللي ينقصنا انه يصير عندنا مدارس نموذجيه هناك؟ نعم ينقصنا بصراحه لازم تكون إرادة نزاهه سياسية بالعمل، حقيقية ايوه اراده حقيقيه، ونية صادقة. ونية صادقة، والتطبيق يكون مراقب. يعني انت تشوف نعم واحد ينفذ مشروع لازم مو بس النائب يقعد ببيته، مهم. لا، النائب اقوى شيء عنده السلطة الرقابية. نعم يعني التشريعية ما ممكن توصل كل التشريعات، فعلا. بس انت تمثل الدور الرقابي تقدر تشتغل. نعم اكو مقولة انا عجبتني من رئيس الوزراء قالها، قال 50% من تعطيل الخدمات هو المدراء العامين. مهم. انا بصراحة المعروف عني انا نعم شوي هذا، انا ما ارحم لا مدير عام ولا هاي بصراحه، احكي نعم لك والله العظيم. يعني وصلت الى نتائج انت ما تتوقعها نعم لخدمه الناس، مهم. الله يشهد. نعم واتحدى واحد نائب وصل مثل ما اني اشتغلت للناس، راح نتحدث وهاي عن هاي النتائج. بايمان بالله سبحانه نعم وتعالى. كنت من اقدم على شيء اتوكل على الله سبحانه وتعالى، واوصل الى نتائج تفيد العوائل المظلومه نعم بصراحه. بارك الله بك. راح نستكمل معك. تحدثنا عن ملف الخدمات بالنسبة لمناطق الكرد الفيلين ومدنهم. نتحدث الآن بفضاء وطني أوسع عن محافظة واسط اللي حضرتك أحد أبنائها، ونفتح ملف الخدمات في واسط، لكن بعد أن نأخذ فاصل قصير. الله. خليكم معنا مشاهدينا.
بعد الفاصل نعود معكم أعزائنا المشاهدين لتكملة الجزء الأخير في حوارنا هذا اليوم مع مرشح الكوتا الفيلية الأستاذ عمار جميل. أستاذ عمار، حياكم الله. تحدثنا عن هموم وملف الخدمات في المدن والمناطق الفيلية تحديدا بدرة وزرباطية. نتحدث الآن عن محافظة واسط العزيزة بشكل عام. ملفات كثيرة بحاجة إلى معالجة. لنبتدئ بملف الواقع الصحي. كيف تقيم الواقع الصحي في واسط وكيف يمكن معالجته؟ راح نجيك وحدة وحدة. نعم. أنا أحكي لك بصراحة، أنا بالنسبة لي المشاريع اللي جاي تتنفذ مو كلها، نعم. أغلبها ما مقتنع بيها. السبب؟ ليش ما مقتنع بيها؟ أنا سافرت الدول. نعم. يعني على الأقل ما أحكي لك عن تصميم يعني كريازة معمارية، نعم. تعرف يعني القياسات والمواد اللي مستخدمة بالمشاريع والهذا، ومراعاة المصلحة العفو السلامة العامة بالمشاريع. أنا أكثر الشوارع اللي جاي تتنفذ ما مقتنع بيها. السبب؟ المجاري شنو السبب؟ مو صحيحة، يعني دراستها. يعني هسه مثلا أنت اليوم تنفذ عندنا مشروع في بدرة، نعم. المي مال المطر يوقف بالنص، الأرصفة تتحفر. نعم. مع العلم عندنا جسر كل أهل بدرة يعرفوه، هذا الجسر الهنود سووه. نعم. يعني يمكن أتذكر عمره 50 سنة حسب، أنا ما يمكن ما صايراني، ما نعم. أتذكر تاريخه بالضبط. عشان إذا أوديك يم هذا الجسر تباوع على الحديد ماله، الألمنيوم، الأرصفة، نعم. والله كأنه ما هسه مسويهم. زين أنت شوف أكو مشاريع في واسط تنفذت، أنا طبعا على صفحتي هم منشرها، نعم. ما أخاف من أكبر واحد. هاي الحقيقة، لأن هاي أموال ناس نعم. ولازم تنصرف بالأماكن الصحيحة، صح لو لا؟ نعم. إحنا اليوم نحمل مسؤولية، لو نحملها بصحيح، لو نجامل مو تمام. والله تمام. أنا ما مستعد أجامل أحد. أنا نعم. من هسه يعني الناس تعرفني، أكثر الناس تعرفني بهذا الشيء. أنت اليوم أخذت أموال الناس، اجتك تخصصت أموال، لازم تنفذ المشروع بالمليم. مهم. منو المسؤول؟ أعلى السلطة هي أعلى هرم إداري والمحافظ. نعم. تمام. هسه بغض النظر هذا المحافظ السابق، المشروع أنا يهمني أشوف مشروع شلون ما أشوفه بدول العالم. نعم. يعني إحنا في اليوم بدولة رحنا نريد فد شيء سلبي، نعم. مو نبحث عن شيء حلو، لا. فأنا والأستاذ تريد وياي تقارن قلت له بين أستاذ بعد ذاك خدمات الرصيف، بلدك وبين. قلت له بعد ذاك الرصيف أستاذ نعم. مفطر شوفه. مهم. قال إيه شفنا هذا الشيء يعني. زين الله يخليك، هسه أنت تشوف واسط، يعني مو بس واسط، هي نعم. العراق كله لا يهتمون بالنظافة، لا يهتمون برصانة المشاريع. يعني نعم. أنا اليوم من أريد أنفذ مشروع يكون عمره طويل، مثل هذا الطريق السريع نعم. اللي يربط العراق وبالبصرة وبالكويت، وهذا الطريق تعرفه. نعم. كنا صار له قد من تمشي سيارة عندنا، شوف شلون مستقرة. نعم. لأن أنا ليش ما أشتغل المشاريع بصورة صحيحة؟ مو تمام. نعم. مثلا أنا اليوم بلطت 70 كيلو، نعم. تنفيذ مثل هذا رصين. طريق بدرة. نعم. طريق بدرة عندك ذهاب وإياب، ايش قد هو 73 74 كيلو. نعم. أنا اليوم إذا نفذت هذا الشارع، نفذته قياسا بالشركات العالمية. نعم. يعني عمره أنطي به في الضمان في 30 سنة. مهم. ومعي الرصين. الأموال اللي تزيد مو أعين بيها الفقراء، مو أسوي بيها في شغلات تفيد الناس. نعم. لو لا مو يوميا متحفر يوميا أنت وتعايد هنا من جيت جديد. حفرت. هو هسه هذا السايد الإكساء الثاني، هذا العودة من الكوت، نعم. هسه أنت اجيت صلحته. هو كنت هذا 20 مدري 22 مليار قالوا، هاي ليش ما ذبيتها على طريق الدبوني؟ نعم. مو تمام. كان بامكانك تاسس الطريق الدبوني يصير سايدين، وهذا ممكن ترممه. نعم. ما بيشي، والله ما بيشي، والله شويه ناصي ما يخالف، انت خليه ضمن الخطه نعم. المستقبليه. بس انت هسه اكو شيء اولى، يعني خطر هنا ترتيب الاولويات بس واهميه الاداره الصحيحه لاي ملف. اهم شيء عندي المشروع يتنفذ بعمر. نعم. بعمر يعني يكون عمره 30 سنه 40 سنه، اكو شركات هيك. نعم. بعدين انت اذا احنا عراقيين خير من الله كمهندسين وهاي، اذا تقول ماكو عراقيين فهاي الدول الاسيان، نعم. هذا الهند، روح جيب خبراء والله بارخص الاسعار يجون نعم. يمك، تيجي تاخذ خبرته. واحنا عندنا المواد الاوليه وهاي نفط ما شاء الله خير من الله، مهم. وحصو موجود. ايش تريد التبليط؟ شنو نعم. المواد الاوليه هاي كلها موجوده. مو زين ادري هسه تعوف استاذ عمار يقول ينقد المشاريع وكذا، لا عوف هذا الموضوع. طيب. انت ما راح تمشي على هذا الشارع، صح لو غلط؟ والله ما بنيتي اسقط اي احد،
بس نعم. انا امنيتي اشوف شوارع تليق بالعراق نعم. صراحه. يعني انت شارع لا باشاره، اعبر ايلام نهران اشارات، بالليل نعم. تقوم تضوي، وبالجبال. طبعا انت تعرف الجغرافيا، نعم. اصعب شق الطرق هي اصعب الامور هي بالجبال. المكان نعم. الجغرافي الوعر مثل الجبال وكذا. اما المناطق المنبسطه السهليه فاسهل شيء. نعم. يعني ادري انت حافر لي نفق، الله يخليك، زين انت الشارع هذا ما نفذته صحيح، هذا روح هسه مال بدر اشوفه، نعم. زين. هذا انا بصراحه نازل على ذني، لان الامور والله العظيم جزء من مسؤولياتي، نعم. الله شاهد اعتبرهن. ولو يصير ابويا اذا ينفذ خطا المشروع ما اخليه، نعم. والله ما اخليه، ما اخليه لان انا اصلا نازل، اني رجال نصف عملي يكون خدمي، نعم. متابع الاعمال الخدميه. نعم. زين اني باكر عقبه انت من تجي تمشي على هذا الشارع، هو ملك إلك لو ملك للناس كلها. الدور البرلماني هذا بالتأكيد يكون الرقابة لازم يكون والتشريع. رقابه دقيقه، نعم أستاذ عمار. الرقابه اقوى. بس هم يحاولون النواب، بعض النواب، نعم. والله انا ما عندي دور رقابي، انه انا بس مقتصر على اللجان اللي انا مختص بها، لا 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 نعم. لا. النائب هو ينوب عن الشعب. انا المنهج مال جامعه بغداد كله عندي بالبيت، نعم. اراجعه، عرفت شلون، واعرف واجبات النائب شنو. النائب اذا ما كان عنده دراسه حقيقيه لمتابعه مشاريع الناس وخدمتهم بصوره صحيحه، فخليه يقعد ببيته احسن نعم. صراحه. مهم. يقعد ببيته افضل له. ليش؟ لان انا ما جايبك حتى تروح تجمع اموال، نعم. كلها تعرف العالم. هسه انا احكي لك عن دعايتي الانتخابيه، كلها ودعتك 10 ملايين. نعم. انا هسه مو عيب، امير المؤمنين ما كان عنده اموال، وظفتها الامام علي عليه السلام، للإعلان من خلال اللوحات الطرقية، لو الله إعلانات شاهد. السوشيال هسه اقول ميديا. لك ان هي نعم. هي 5 قطع، 2 في بدايه بدره نعم. خليتهن، والبقيه وزعناهن ببدره وبالاماكن اللي ما تعارض تعليمات الدوله، نعم. الله شاهد. يعني ما خليتهم بالارصفه وبالهذا. مهم. والناس اللي تعرفك هي تجيك، طبعا. تمام لو لا. كل حملتي هي 10 ملايين. نعم. انا اقول لك اني تاجر، ولا اقول لك لا، انا الحمد لله على قد حالي، بس ما احب اتاجر بذمه الناس. نعم. مو تمام؟ انت اليوم لو تصير رجل دوله صحيح، فعلا. لو انت تقعد ببيتك افضل لك. نعم مو أستاذ تمام؟ عمار، وهذا حتى المرجعيه اكدت على هالشيء. خلينا نتحدث عن ملف آخر اليوم. هل الواسط تعاني من شح المياه؟ يعني بصوره عامه لا، يعني ما شاء نعم. الله نهر دجله خير من الله، مهم. بس تعاني من مشاريع نقص. يعني نعم. هسه اليوم مثلا عندك اقضيه ونواحي هواي يخابرونه، ما نعم. واصلهم المي، يعني ماكو محطات تصفيه نعم. هواي. بس عندنا احنا هسه احنا في بدره زين، يعني المكانات بالقضاء زين، بس القرى مالتها يعانون. نعم. انا شنو رؤيتي؟ يعني اقول اكو مثلا مشاريع صرفوها كان بامكان يوصلون بها مي احسن من هاي المشاريع، نعم. وهي انا برايي فاشله. مثل مشاريع شنو؟ اللي منها اكو عندنا شارع من زرباطيه لحد ورمزيار، نعم. طبعا هذا كان تبليط كل شيء ما بي، كم حفره بي، نعم. اجوا بلشوا ورجعوا كسوه من جديد. كم كيلو؟ هذا هم الله يدري، فد يمكن 5 كيلوات نعم. اعتقد، خلينا نقول 4. كل كيلو ايش قد يكلف؟ لان هذا ليش ما جريت بمي نعم. نحكي بالعاميه، ليش ما سحبت بمي للناس اللي محتاجتها من دول القرى؟ مو احسن؟ نعم. وهذا بامكانك تعدل الطسات، انا حاسبهن كذا، نعم. بامكانك تعدلهن بشويه اسمنت مهم. وهذا، وهذني الاموال اللي صرفتن ماكو مشكله انت تصرفت. كلش ناوي على ملف الطرق. والله العظيم خدمات انا يمكن النقل. صار لي 15 سنه اكتب على الطرق، نعم. الله شاهد، وما عندي عداوه ويا احد. نعم. بس يعني اتمنى اشوف، يعني هسه انت تسافر من منطقه لمنطقه انت وعائلتك، غير اكو مكان مثلا استراحه، مثلا انت هسه من تريد توقف سيارتك، تعبت مرضت نعم. صار بك شيء، غير اكو مكانات استراحه مثل ما هذا الطريق السريع مش وقت مسوي، وشوف شلون نعم. حاسبين امور. مكانات استراحه، شنو اللي ينقصنا؟ بس اريد افتهم، فلوس ماكو بالعراق؟ ها، فلوس ماكو؟ والله العظيم فلوس اكو، وهاي ماكو انه موازنات، انا ما اعترف فيها هاي، انه ماكو فلوس، وهاي كله كذب، مهم. ما اصدق به. نعم. ماكو فلوس. ليش ما تخصص نسبه من الموازنه العامه نعم. بس للشوارع؟ يعني اهم شيء شوارع طرق المواصلات، اهم شيء هاي. زين ليش نسبة من الموازنة العامة؟ هو المواطن يدفع طرق وجسور، ضريبة طرق وجسور. الله شاهد، لو تروح للمرور، نعم. يعني انا ذاك اليوم بدلت سيارتي
يمكن دفعت 300 400 ألف يمكن، نعم. والله العظيم دفعتهن كلهن بوصولات، هذا طرق هذا كذا. اي وينهن صراحه؟ نعم. وينهن؟ ذاك اليوم سياره هي زنون، ممنوع تمشي نعم. بالشارع، هم غرامتنا، وهي اصلا بلاديه يعني. يعني نعم. موديل 2016 نعم. يقول ما يصير، لازم 17 ما. زين هذين الاموال وين تروح؟ مهم. اذا تقول ماكو اكو دول تقدر تتعاقد وياها تجي تسوي لك شوارع وتسدد لها، نعم. مو صح؟ مو بالاجل. صح. بس انا اريد شوارع بها خير. نعم. يعني شنو فرقي عن دول العالم؟ والله ها ضربت، والله العظيم هذا طريق الدبوني غير. يمكن فد يوم اجيت اني كنت طالب، عندي نعم. سياره صغيره، مو يعني صادفتني طسه يجي شالت السياره، بس ما ادري شلون، ما يعني والله الله سترني. نعم. بعدين مكان ماك بي احد، ظلمه وبس نعم. اني بالليل. مشيت على الويل لحد ما وصلت مكان قريب على قريه. نعم. والله العظيم يعني زين، هو البشر غير اغلى شيء. انت اني جايبك من مسؤول صح. تتابع هاي الامور، لو بس تلتهي بالامور التعبانه. لا نعم. والله، يعني لو يصير واحد مسؤول حقيقي، مهم. لو فعلا. طيب، كم مستشفى اليوم بحاجة لها واسط بشكل عام، وبدرة وزرباطية؟ نتحدث عن الله مناطق الكرد الله الفعليين. شاهد، اني كانت ببالي يعني هو من ضمن. شوف، المعاناة مهم. الحقيقية هي نعم. مستشفى بدرة، ويا نعم. مسؤول يجي مهم. ويا هذا طيب احنا هسه بدنا نحكي يقول بس عن المستشفيات مو المراكز اي الصحية. اي اي مستشفى احنا بحاجة الى 50 نعم. سرير، 30 سرير، 100 سرير، نعم. كل ما هو زايد خير. احنا هسه تعرف بدرة قد نفوسها فوق ال 28 ألف. نعم. بدرة ما عندنا مستشفى بها خير. يعني اذا المرأة عندها ولادة وكذا يجوز ما توصل للكوت نعم. اذا خطرة، واللي ينضرب جلطة واللي كذا يروح، يعني حتى هو امكانيته محدوده. نعم. لو عنده مستشفى بها خير بامكانه مثلا يرتاح بيها، مو تمام؟ نعم. يروح للكوت، هاي مستشفى الزهراء كل اللود عليها، والكرامه نعم. تمام، والاعداد جاي يزيد مو مثل قبل. مهم. احنا ببدره ما عندنا مستشفى. نعم. بدره اذا تصير مستشفى تخدم جصان وتخدم بدره وتخدم زرباطيه، تمام، اللي هم نفوسهم خير من الله، نعم. 28 ألف. زين عمي، واجهة بلد يعني بصف إيران أنت. إذا تقول الأطباء ما يجون، بإمكانك تتعاقد ويا أطباء إيرانيين، أطباء سوريين ما شاء الله، ها نعم. تمام، وتصير لجان وتجي الاختصاصات، مثلا بالأسبوع يجي لك دكتور، مو تمام؟ تمام. بس أنت يكون عندك مكان لائق للمريض. يعني المريض ما حد بحاله وداعتك، والله العظيم. حتى العلاج هسه، أنت اليوم قبل كان الباص ب 500 دينار، نعم. هسه اكو ناس هو ما عنده راتب وما عنده شغل، زين منين يجيب 2.5 و3 ينطي انا مو ضد يعني جبايه للدوله وفائده نعم. الدوله، لا، لكن بأسعار بس لازم اكو معقولة توازن. تكون. نعم. مثل هذا مدرس، هذا دكتور، هذا عنده يقدر يدفع، بس سوي استثناء للفقير. نعم. تمام. انا هسه اكو امور هواي زرتها يعني بحملتي الانتخابيه. نعم. والله زرت مكان قالوا احنا ما نريد اي مرشح يجينا، بس سمعنا عنك وعندك انسانيه، ومو اقول لك انا اروج لنفسي. نعم. دزوا علي الناس، ما اقدر اقول هم منهم هم. نعم. فواحد منهم قال شوف احنا كبرنا، يعني كبرنا وما شفنا خدمه حقيقيه صدق. نعم. يقول وعلي من هو هسه، انا مو مدرس، مهم. اني راتبي خير من الله، يعني مليون اعتبر خير من الله، يعني نعم. يعني راضي به. الله شاهد، انا عندي بعض الامراض ما اقدر اراجع بها، ما اقدر، ما تكفيني. نعم. فكيف اللي ما عنده راتب؟ شلون فعلا. هذا يعني؟ شو يسوي؟ يعني الدوله غير تحل هاي الامور. شنو واجبات النواب اللي يجي يحكي لي بالوطنيه ويحكي لي وين واجباتك انت؟ نعم. انطيني واجباتك بالرقابه، انطيني الخدمه اللي قدمتها لهاي الناس الفقراء، مهم. صح لو لا؟ صح. حلفك بالله هذا يعني. انا هاي الحاله هسه زين سالتني على المستشفى، ياهو اللي يجي يقول اني راح اسوي مستشفى ببدره، مهم. وش انت مسوي عليه فضل؟ انت طيب انا هسه حاليا، عذرا عن المقاطعه استاذ عمار، دا احلل كلامك. بالتالي اكو ضعف باداء السلطه التشريعيه، يعني ممتد لدورات نيابيه سابقه، مو بس هاي الدوره والقبلها والقبلها والقبلها. هنا يبرز التساؤل الاهم: كيف من الممكن ان نفعل عمل الدوره البرلمانيه القادمه ان شاء شوف، الله؟ انت راح تدخلنا بشغله هي طبعا باوع. نعم. هم الاسباب والمسببات هواي،
بس اني اليوم خلي الخلافات، هسه انت مختلف في جهه اخرى، انا في نعم، جهه اخرى، والاخ يعني كل، بس انت شنو اللي يخدمك؟ المستشفى مصلحه عامه. صح. يعني انا معقوله اصير ضد هاي المستشفى والله شنو فلان راح يسويها؟ مصلحة المواطن لازم تجمعنا هذني مهما خطوط كانت حمراء، اختلافاتنا. هذني خطوط حمراء. نعم، يعني اني مثلا مو بعيده، انا هسه شخص مرشح الى مجلس النواب، اريد امثل بلدي، مو نعم، وطبعا مستقل وعلى كل العراق. نعم، يعني لو الناس تنتخبني بصوره صحيحه غير، واجيب مثل اصوات هواي غير، اخذ وزاره واشوفهم شلون هاي الوزاره نعم، تكون مهنيه، وتكون توصل يعني واجباتها لكل الناس. نعم، لان انا اليوم الله شاهد احكي لك، يعني المعاناه مال المستشفى بدره كبيره كلش يعني. مهم. الله شاهد نعاني منها بشكل يعني مو طبيعي. نعم، زين يعني تروح مثل ما تلقى اختصاص، تلقى دكتور قاعد استوى يعني متخرج نعم، وجايبيه. هاي اذا انت عندك مستشفى كبيره وبيها مثلا 100 سرير او 50 سرير، 50 كافي. نعم، يعني يقوم تجيك الاختصاصات، باطنيه، صدريه، كذا، يصير بيها سونار، يصير بيها. نعم. زين هذا تدري احكي لك شنو؟ احكي لك أستاذ للفقير. عمار، فقير. إذا الناخب اليوم، الناخبين يسمعوك إن شاء الله من خلال برنامجنا، إذا الناخب أعطاك ثقته وتبوأت مقعد البرلمان، شنو أول قرار ممكن تتخذه؟ والله اذا جبنا اعداد ما بيها شيء، طبعا يجوز ما نجيب ويجوز ما. اذا جبنا اعداد يعني كبيره، نعم، نطمح والله الى وزاره، يعني ناخذ وزاره مهم. صراحه. ومن خلال هاي الوزاره نعكس نزاهتنا وايماننا ببلدنا نعم. صراحه، بكل اخلاص. ويكفي، برأيك أي يكفي وزارة اني، تكون مناسبة؟ والله اني بصراحه احب وزاره الاعمار نعم، والاسكان هذني، واحب وزاره الصحه. نعم، اما اذا تجيني اخواني بوزاره الدفاع، اشتغلت يعني 14 سنه نعم. كنت اداري ليش أو اختارت الإعمار أو الصحة؟ وهذني اكثر المظلوميات بها. نعم، الاعمار اريد اشوف، يعني عندي فد رؤيه فنيه مثلا للمحافظات، نعم، للبناء، للاعمار. يعني اكو افكار نضيفها كشكل، يعني مو بس انت تبني وبدون فكر، نعم، بدون شكل، يعني ينطيك يخلي لك فد نعم. صفه جماليه مجرد بيها. تشوه بصري اي عفوا، حاليا هاي ما البناء. شاء الله بالعراق نعم، تشوه البصري، يعني ما حد يحسب له حساب. وزاره نعم، التخطيط ما لها كل، صراحه ما لها كل دور. ليش؟ يعني نعم، انت اليوم مشروع ما يتنفذ اذا مو وزاره التخطيط. مو صح؟ اكو نعم، مصممين عراقيين ما شاء الله، نعم، فنانين معروفين، انا اعرفهم، يعني اعرف هواي من يمهم، نعم، واحنا من يمهم، احنا جزء من يمهم. انا احكي لك انا عضو بجمعيه الفنانين يعني. مهم. إيه، وخطاط ومعروف ومصمم وكذا. نعم، فاعرف ناس يعني عندهم رؤيه. يعني انت اليوم بوزاره التخطيط تجي تنفذ لي مشروع شلون مكان، غير تكون دراسه له، حتى اللي فعلا. يشاهد هذا المشروع هم يرتاح نفسيا، مو. نعم، احنا نسيت الفكره. يعني انا قصدي اللي اريد نعم، اوصله، انه الناس اذا كان عندهم وعي بصراحه، نعم، لان اهم شيء الوعي. يقول لا تقاد الامم الا بالوعي. نعم، اذا كان عندهم وعي، مو شرط انه هذا عنده فلوس. نعم، يا اخي اكو بعض الناس، ها والله هذا نائب، هذا مرشح فقير، اي صدق انا على قد الحال. نعم، تعرف شلون؟ بس نملك خبره، فعلا. نقدر نقدم خدمه حقيقيه للناس. الوعي هو اللي يجيب لك الوعي السياسي مو والبرلماني تمام. الحقيقي اللي يخدمك الحياه مو وينفعك. كلها مثلا فلوس وماديات. نعم، والله مو هيك الحياه، مو صحيح. صار عندك ايش قد ما ملكت، يعني وين تريد توصل يعني؟ مهم. اريد افتهم يعني. انتم بحاجه الى انسان صدق محروق قلبه، نعم. والله العظيم. أستاذ عمار، بقالي من الوقت دقيقة، هاي الدقيقة أخصصها لتوجيه رسالة إلى ناخبيك من المكون الفيلي. والله أنا راح أوجه رسالتي لكل العراقيين، نعم. مو بس للمكون الفيلي، لأن إحنا إذا فكرنا بعنصرية راح ما نكون أحسنت، وطنيين. أحسنت. الله يشهد، أنا صح أفتخر بقوميتي، أنا كردي فيلي، أفتخر بيها. بس أحب كل العراقيين. نعم، اللي أتمناه اللي يشوف بينا فد أمل، ونوصل إلى تشريعات ورقابة دقيقة لمشاريع الدولة وخدمتهم، نتمنى يوقفون ويانا. وإحنا ما عندنا شيء نقدمه نعم. بصراحة. يعني حتى الحملة الانتخابية مالتي بسيطة، مهم. يعني مو عيب. عيب هذا الشيء؟ مو عيب. طبعا لا. بس انتم تبقون انت بالعكس، هاي من والصندوق، الزيانات. اي انت والصندوق. انت اذا تريد تأيد شخص، نعم، حتى المرجعية الرشيدة اكدت على هذا الشيء. نعم، اكدت على انه لازم تصعد الاصلح واللي تشوفه بي امل. مو نعم، صحيح لو لا؟ انت بتصعد واحد هو هذا اللي يسير لك الوضع بصورة صحيحة. فعلا. لان انت الانسان العادي ما يقدر يسوي شيء. نعم، انا اختمها بهذا الشيء. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام
يأكد على هذا الأمر، يقول صنفان من أمتي، نعم. إذا صلح صلحت أمتي، وإذا فسد فسدت أمتي. قيل من هم يا رسول الله؟ نعم. قال الفقهاء والأمراء. يعني أنت اليوم الفقيه قال اللي عليه، نعم. قال لا تبوق لا تسرق لا كذا، أما المسؤول فهذا يراد له فن، نعم. شلون تختاره وشلون تحمله ذمتك. أحسنت، تمام، أحسنت. ما عندي أستاذ شيء. عمار، نتمنى لك الموفقية بالسباق الانتخابي، وشكرا على هذا اللقاء. ربي يبارك فيكم، وأنا أعتذر هم خاف شوي يعني تعبان والله السفر وكذا. حياك اي الله، والله. شرفتنا التحية كذلك. والدوم عزيزي. لكم جزيل الشكر أحبتي المشاهدين لحسن المتابعة. إلى اللقاء.